لا والبنت دلوقتي عندها اكتئاب منه، ومش عارفه تقعد خالص من تليفوناته ومن الزن، لدرجه ان هي جت قالت لي يا ماما ده شخص كئيب جدا، انا مش عارفه اروح منه فين. عشان انا البنت لقيتها مش بنتي، اللي بتكلمني مش بنتي. تمام. خلى البنت نفسها تقول لي يا ماما انا هشهد هقول كده. قلت لها لا انت كده عايزه تربي. والبنت الحمد لله رجعت ونفسيتها بقت كويسه وعايشه معايا زي الفل دلوقتي، سايبها في حالها خالص. يعني لو خرجت يا فندم مع واحده صاحبتها يتصل بيها ازاي ما تقوليليش. طب بصي يا فندم انا دلوقتي مش عايزه ابتديها زي كل مره حكومه، لا انا عايزه استنجد بالدوله بقى. الانسان ده بيبتزني وانا عايزه ربنا يحميني من الانسان ده اللي هو خلاني متدمره نفسيا وبشتكي من كل حاجه ومش عارفه اتعالج. الدكتور ده الشهيد اللي انا كنت عنده كان في البيت عندي عليه زي حاجه صغنونه كده للعلاج، بعد جابني عنده البيت وبوظ لي العلاج، وبعد كده خدني الدكتور قعدني عنده وعالجني لمده 15 يوم وخلى جسمي نضيف بالكامل. وبعد